صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. كنت نزلت اللغز ده عندي على الصفحه بنتسأل هل هو مكسب ابيض ولا مكسب اسود ولا الموقف تعادلي. الابيض اللي عليه اللعب في هذا الموقف اللذيذ الجميل اللي مليان تريكات. وهنا خليني اقول لك ان الباك رانك بتاع الاسود مضروب، معمول كنترول على الجي 7، وبالتالي انا بفكر ان انا ادي تشيك ميت باك رانك. يعني ايه؟ يعني الروك قدامها ثلاث اختيارات، اما انها تروح في البي 2 او اجي في الدي 2 او اروح في الاي 2. تعال نشوف اول اختيار معانا وهو روك بي 2. وهنا الاسود ديفنسيف موف بسيطة جدا، ان انا هرجع بالكوين حامي مربع الميت، ويبقى الوضع تعادلي. طيب، لو حضرتك فكرت من الناحية التانية هنروح في الدي 2. لا، ده انا عندي كده مكسب. الكوين هيروح في الجي 5 فوركينج everybody. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فوركينج الروك، فوركينج النايت، وكمان حامي مربع الميت. طيب، هنعمل ايه؟ يبقى اذا الابيض يفكر ان روك اي 2 هي انسب حل، ولكن خليني اقول لك برضو الاسود مش هيقف مكتوف الايدي. روك اي 2، الابيض يلعب روك اي 2، وهنا الاسود لازم يكون دقيق في حساباته. الاسود عنده تو ديفensive موفز. ايه هما؟ اما انه يروح بهذا الشكل بالبون، وساعتها لما تاخد التشيك تيجي في الاتش 7، ولكن النايت ينط بتشيك كمان يجبرك ان انت تيجي في الجي فايل، وساعتها تاخد تشيك من او تاخد تكتيك معين اسمه سكيور، ان انت بتدي تشيك ومن وراه فاليبل بيس اللي هي الكوين. ساعتها لما تاكل النايت باكل الكوين، وكده مكسب ابيض طبعا. ولكن اذا الدفاع الاولاني مش سليم، يبقى انا مجبر ان انا ارجع بالكوين احمي الباك رانك بتاعي. كوين جي 8، كوين جي 8، وهنا الابيض لازم يكون دقيق جدا. حاول توقف الفيديو وتفكر معايا كده ازاي الابيض يكسب كده مكسب ابيض. ولكن خلي بالك، يعني ايه بقى؟ طبعا حضرتك فكرت ان النايت هينط هنا في الاف 6، عايزين نثبت الروك، وطبعا الكوين ما يقدرش يتحرك خالص في الرانك، لان طبعا هياخد التثبيته اللذيذه دي ونكسب الجيم. ولكن هيتحرك فين؟ along الفايل بتاع الجي. فين بقى؟ هي دي التركايه. يعني مثلا لو الكوين اتحرك في اي مكان، يعني مثلا سيف الجي 5 هنا، على طول بياخد الكش، بيطلع الكينج ياخد كش باكل النايت، الروك تاكل الكوين، وطبعا كده انا اسرع، انا اربع خطوات ورقي، وهو طبعا لسه متاخر. طيب، والملك طبعا بعيد عن البيادق دي، يبقى اذا اللاين ده يحقق مكسب للابيض. طيب، يبقى اذا رجعت الكوين او طلعت الكوين في الجي 5 مش انسب حاجه. ولكن الاسود يلاقي نقله من اروع ما يمكن. قال لك انا هروح بالكوين في الجي 1. طب عايزه ايه الجي 1؟ عايزه ان انت لما تديني تشيك وانا اطلع وتديني تشيك تانية، ها تاكل الحصان؟ لا طبعا. ولكن انا هروح في الاتش 6. عايزه ايه؟ ان انت لما تاكل خلص الجيم درو وستيل ميت، لان انا كده في وضع ستيل ميت ما عنديش اي نقله. طيب، الابيض هيعمل ايه؟ يبقى اذا نقله النايت من الاول في الاساس على الاف 6 مش اصح حاجه. ولكن الابيض يلاقي نقله ملحميه، نقله اسطوريه، وهي نايت جي 7. نايت جي 7 دمرت كل حاجه، دمرت كل الدفاعات عند الاسود. يعني ايه بقى؟ لو كلت بديك باك رانك تشيك اجباري لازم تغطي، بكسر، بزق البون، بكسب. طيب، ولو كلت بالكينج نفس الكلام، بديك من الجي 2 تشيك، تتحرك في اي مكان، بكسر وبكسب بالبون ورقي بكل بساطة. لغز جميل جدا، اكيد اتعلمنا منه حاجة، فاتمنى يكون عجبكم. وبعد اذنك لايك وشير، ويعني شير الفيديو مع اصحابك وكده، واستمتع باللغز ده. وما تنساش طبعا، ما تنساش ايه؟ معرفش، بس يعني اوعى تنسى. شكرا، واشوفك في حلقات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.